السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم البنات واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، جيت باش نتشاركها معكم. وصفه اللي رائعه، هكا يعني العلاج ديال فقر الدم. وصفه اللي زوينه بزاف، غادي ترحموني عليها البنات. اول حاجه هنا عندي الفقه البنات، الفقه البلديه. راه كاين فرق ما بين البلديه والروميه. غتقولوا العطار عطينا الفقه البلديه. عندنا 5 دراهم. من بعد البنات ما غسلناها ونقيناها ويبسناها في الفران. وعندنا هنا البنات 10 دراهم ديال العدس الحمر. من بعد ما كنقيوه حتى هو، ما غسلتوش غير نقيته. وعندي هنا البنات 5 دراهم ديال الدبس. يعني كتمشي عند العطار كتقولي عطيني الدبس. راه كيكون على هذا الشكل هذا البنات، كيكون هكا قبيطه. المهم تشوفوا معايا كيفاش انا نقيته. قلنا عندنا 5 دراهم ديال الفقه. من بعد ما نقيناها وغسلناها ونقيناها ويبسناها في الفران. عندنا 10 دراهم ديال العدس، ما غسلتو ما والو، المهم غير نقيته. وعندنا 5 دراهم ديال الدبس اللي غادي نقيو حتى هو بالطريقه هذه البنات، ما فيه ولا وسخ لا والو. غادي نحاولوا غير نقيو ونحيدوا دوك العراس اللي كيكونوا هكا، دوك الجذور اللي عندو يعني غلاضين بحال كنقيو الربيع نيسان. صافي البنات غادي ندخلوه للفران حتى هو. من بعد ما يكون طافي، ما يكونش مشعول، يكون طافي، غادي ندخلوه. غادي غير هكا يعني نيبسوه شويه، او لا كان عندنا فين نحطوه في السميشه، يعني نحطوه باش هكا يعني يكرم لينا. عندي البنات هنا 2 دراهم ديال الحلبه. الفقه من بعد ما طحنتها، الحلبه من بعد ما طحنتها حتى هي غير كما كنقولوا درت لها غير نص طحنه باش ما تطلقش المروريه بزاف. والعدس من بعد ما طحنته حتى هو. والتبش هو هذا من بعد ما طحنته البنات. هنا عندي هكا يعني مقدار واحد الكاس ديال الزبيب من بعد ما غسلته وقطعته. وعندي فهاديك الجليفه البنات، يعني اي مكسرات عندكم بغيتو ديروهم، اللوز، كركاع، كاوكاو، اللي عندكم ديروه. هنا البنات عندي العسل الحر، وعندي السكلاط. انا صايبته غير في الدار البنات، خليته هكا جاري شويه باش يجمع لي هاد الوصفه هذه. الوصفه البنات كيف ما انا شفتها في اليوتيوب يعني ودرتها. الوصفه فيها غير التبس، وفيها الفقاع، وفيها الحلبه، وفيها العدس، وكتزمع بالسكلاط، وكدار في قرعه، كدير في الثلاجه. الوليدات كيدهنوها مع الصباح في خبيز، واخا يعني مع غير السكلاط. انا البنات زدت عليها مكسرات كانوا عندي، شويه اللوز، شويه الكركاع، شويه ديال الكاوكاو. زدت عليها البنات الزبيب مقطع، وزدت عليها سميتو، زدت عليها صراحه ما عقلت شحال من درت من معلقه ديال العسل. انا غتشوفوا معايا، درت المعلقه الاولى، درت الثانيه تقريبا، درت 3 المعالق حتى 4، ما عقلتش. المهم درت تقريبا 3 المعالق البنات، على حسب الرغبه ديالكم يعني، ماشي اجباري. انا زدت عليها البنات هاد الوصفه هذه. كيف ما قلت لكم الوصفه كان فيها غير الدبس، وكان فيها الفقه، وكان فيها العدس، وكان فيها الحلبه والسكلاط. وكديروها لوليداتكم كدهنوا بها الخبز مع الصباح. انا البنات هنايا زدت عليها كيف ما قلت لكم مكسرات، وزدت عليها الزبيب، وزدت عليها العسل الحر، واخا البنات. وهنا غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غندير ليها البنات. من بعد ما نخلط كل شيء بحال هكا، كيف ما قلت لكم السكلاط صايبته غير في الدار، وانا خليته شويه جاري باش يسمع ليا الوصفه. المهم البنات غادي نشدوها وغادي نغريو بها الوليدات. غنديروها كويرات، تقدروا ديروها البنات في الكواغ ديال الحلوى، واخا تقدروا ديروها في كويغطات ديال الحلوى. المهم انا ما كانوش عندي، اكتفيت بها غير بحال هكا. غنديرها في هاد الشوبيره البنات، وغنديرها في الثلاجه. غتبقاو تعطيو لوليداتكم كويره من بعد الفطور، كويره من بعد الغداء، كويره من بعد العشاء. وتفكروني على هاد الوصفه هذه، ونتمنى الا جابت معكم نتيجه ترجعوا وترحموا ليا على الوالد، وديروا لي واحد الكومونتير زوينه البنات. نتمنى تعجبكم الوصفه. الوصفه راه زوينه، الوليدات كياكلوها. المهم يكونوا يعني يكونوا في السن ديالهم 8 سنين 7 سنين حتى الفوق، يعني ما يكونوش صغار بزاف. مع الحلبه ومع داك الدبس يعني وليدات صغار ما نعطيوش لهم. الوليدات اللي عندهم 7 سنين الفوق نعطيهم هاد الوصفه ديال البنات. انا كنعطيها لوليداتي، والصراحه واحد النتيجه اللي زوينه. نتمنى البنات تعجبكم هاد الوصفه هذه.
وطبقوها ريوسكم، علاش لا، وعلى وليداتكم. المهم راه زوينه البنات. انتم هاد الكويرات، انا البنات درت الحلبه كيف ما قلت لكم، درتها غير فرششتها باش ما تطلق الناس ديك المروريه ديالها. هذا اللي كان البنات. نتمنى تعجبكم الوصفه، وكالعاده الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش واحد البصيمه وواحد التعليق يكون زوين بحالكم. كنقول لكم الله يجيب الشفاء لينا وليكم.